سنكون خلفك عندما تسير في الخطوات الإيجابية، وسنكون معارضين عندما تسير في خطوات لا نرتضيها. وعليك أن تسعى سيد الرئيس، أن تسعى إلى تحقيق أهداف الثورة المصرية التي نادى بها المصريين. فإحنا النهاردة بنقول كلنا كمصريين مؤيدين معارضين ايا كان، محتاجين ان احنا كلنا نتكاتف، محتاجين ان احنا كلنا نبقى ايد واحده. احنا خطينا زي ما قلنا خطوات اولى للديمقراطيه من خلال اختيار الرئيس اللي اختاره في النهايه الصندوق. الصندوق هو اللي قال مين رئيس مصر، والصندوق هو اللي حدد مين رئيس مصر، ونحن سعداء بقرار الصندوق ايا كان مؤيدين او معارضين. فاحنا في المرحله دي احنا محتاجين كلنا، بما اننا راكبين مركب واحده وهي مركب مصر، وبيقود المركب دلوقتي شخص انتخبوا ركاب المركب أو بعض ركاب المركب، فعلى البعض الآخر أن يقوموا بالتجديف لكي تسير مركب التي نجلس جميعا فيها في المسار اللي احنا حابينه، في المسار اللي احنا كلنا بنحلم بيه، في ان احنا بنقول العدالة، الحرية، الديمقراطية، المساواة. اعتقد ان دي كلها امور كلنا نادينا بيها وخطينا اليها. ثورة 25 يناير بتخطو خطوات، فعلينا ان نكون مدعمين لتحقيق هذه الخطوات التي تكون لصالح كل مصري. احنا كشباب مصريين بدأنا مع 25 يناير الخطوة الأولى، وكان معنا القوى السياسية بعد ذلك، ولكن في النهاية احنا محتاجين بقى التكاتف، محتاجين كلنا نبقى ايد واحدة. فكرة ان هناك فئة تعترض وفئة ترفض، الكلام ده احنا مش عايزينه. احنا عايزين دلوقتي نشوف احنا هنعمل ايه لمصر، هنعمل ايه في الحياة السياسية والثقافة، ان يكون عندنا توعية سياسية للشارع المصري، هنعمل ايه في المشاكل اللي موجودة، المشاكل الصحية، هنعمل ايه في التعليم، هنعمل ايه في الزراعة، هنعمل ايه في الصناعة، هنعمل ايه في التجارة، هنعمل ايه في التصدير مش في الاستيراد. كل الامور دي احنا محتاجين نفكر فيها، محتاجين نفكر فيها ونبقى ايدين ايد واحدة. وايا كان المدة التي سيقضيها رئيس مصر، وايا كان رؤيته او الطريقة اللي هيتعامل بيها، فاحنا في النهاية سنكون مراقبين لكل الخطوات القادمة، والأربع سنوات القادمة ستحدد المسار بعد ذلك. إن كان الرئيس هيكمل أو الرئيس مش هيكمل، فالصندوق في النهاية هو صاحب القرار، زي ما الصندوق النهاردة كان صاحب القرار. محدش النهاردة كان قاعد إلا هو مشغل بيسمع اللجنة العليا للانتخابات وجايب القنوات وبيتفرج منتظر النتيجة. العربيات لو حضراتكم ماشيين في الشوارع فاضية، بس العربيات اللي ماشية والموتوسيكلات حتى مشغلين الراديو وبيسمعوا. اعتقد لأول مرة من فترات طويلة قوي ان المصريين يكونوا في تركيز تام ومتابعة كبيرة جدا لما يحدث الآن. التاريخ المصري لما هنكبر احنا بقى ونعجز وكان لنا عمر يعني، هيقول المصريين عملوا ايه في اللحظة دي. انا كمصري وكمواطن وكوظيفتي كمقدم برامج، انا فخور ان انا مريت باللحظة دي، وانا فخور ان انا طالع في برنامجي اتكلم مع حضراتكم بعد اعلان النتيجة مباشرة. انا بقول لكل المصريين وليس لفئة، الف مبروك على اختيار الرئيس المصري الذي حدده الصندوق الانتخابي. دي نقطة مهمة جدا أنا بأكد عليها. ألف مبروك يا مصر، ألف مبروك يا مصريين. يلا بقى مع بعض نجري بسرعة كبيرة جدا، نخلي مصر تتقدم، لأن احنا عندنا طاقة بشرية غير طبيعية نقدر نستفيد بيها. والله العظيم والله العظيم أنا طاير من الفرحة إن احنا خطينا خطوات الديمقراطية، أنا طاير من الفرحة إن احنا غيرنا النظام وبنعدل. فعلينا أن نبدأ بقى إن احنا نحرك بلدنا في الاتجاه اللي احنا عايزينه. لما بنسافر بره في أي دولة، والدول العربية بالتحديد خلينا أتطرق، بنقول دول متقدمين في حاجات. لا، مصر أم الدنيا، مصر هي اللي لازم تعلى، ومصر هي اللي لازم تتقدم، ومصر هي العلامة وهتبقى علامة بأبنائها وشبابها. مبروك يا مصر، مبروك يا مصريين. هنطلع لفاصل ونرجع معاكم مرة تانية لبرنامجكم شباب على الهوا، صوت الشباب الحر.
يا الميدان كنت فين من زمان؟ معاك غنينا ومعاك شقينا وحاربنا خوفنا ودعينا، ايد واحدة نهار وليل ومفيش معاك شيء مستحيل. صوت الحرية بيجمعنا، خلاص حياتنا بقى ليها معنى، مفيش رجوع صوتنا مسموع، والحلم خلاص ما بقاش ممنوع. يا الميدان كنت فين من زمان؟ هديت السور نورت النور، لميت حواليك شعب مكسور، اتولدنا من جديد واتولد الحلم العنيد، بنختلف والنية صافية، أوقات الصورة ما كانتش. اهلا بيكم مره تانية ببرنامجكم شباب على الهوا، واسمحوا لي ان انا اقدم تحيه خاصه للجنه العليا للانتخابات اللي البعض حاول ان هو يشكك فيها، ولكنها اثبتت انها تمتلك النزاهه بشكل كبير جدا، تمتلك الشفافيه بشكل رائع. الحقيقه قضاة مصر يوم بعد يوم بيثبتوا ان هم بيمتلكوا من الامانه الحقيقه الكثير والكثير. تحملوا مسؤولية كبيرة جدا سيشهد لها التاريخ في يوم من الأيام، ورغم الصعوبات التي مروا بها من خلال أقاويل، من خلال ردود أفعال، من خلال مجهود بذلوه لإثبات صحة الطعون أو عدم صحتها، فأعتقد أن احنا لازم نقدم التحية للجنة العليا للانتخابات، ولهم كافة التقدير والاحترام والانحناء تقديرا لمجهودهم، وأثبتوا أن قضاة مصر لا مثيل لهم. خلونا نرحب بضيف اللي بيشرفنا النهاردة في الاستوديو. شرفني دكتور علي عبد العزيز، المحلل السياسي ورئيس حكومة ظل الشباب. أهلا وسهلا بك يا دكتور علي، شرفنا ومنورنا. الله يخليك. أولا مبدئيا كلنا تابعنا اللجنة العليا للانتخابات وإعلان النتيجة، وكان حالة متابعة وشغف غير طبيعي لمعرفة النتيجة. تحليلك لدور اللجنة العليا للانتخابات بعد ما كان في الفترة الأخيرة هناك أقاويل كثيرة وشائعات منتشرة في الشارع المصري. في البداية طبعا بنبارك الدكتور محمد مرسي وبنبارك للشعب المصري كله. انتخاب رئيس بإرادة حقيقية، إرادة شعبية. نتيجة لثورة 25 يناير الناس شعرت فعلا بأن دماء الشهداء ما راحتش هدر، وأنه الشباب اللي نزل يوم 25 يناير نقل مصر نقلة كبيرة قوي على أمل أن هي تبني المستقبل، وأن احنا فعلا نكون في صفاف الدول المتقدمة، وأنه فعلا مشاكل كل المواطنين تتحل. فده بالتأكيد إنجاز عظيم وفرحة يعني أنا مش قادر أوصفها لك. كل المحافظات، كل الناس، الأطفال، الشباب، الستات، العواجيز، كلهم في حالة يعني من الفرحة ومن السعادة. الستات بتزرغط والناس بتوزع شربات في الشوارع دلوقتي، حالة يعني مش متعودين عليها من زمان، حالة جديدة. ففعلا حقيقي بنشكر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وإن كان يعني جالنا شوية قلق في الفترة اللي فاتت، بعض التصريحات اللي قلقت الجميع، ولكن في كل الأحوال بنشكر اللجنة، ومعاها بنشكر مجلس الشعب اللي عمل قانون فرز الأصوات في اللجان الفرعية، اللي بالتأكيد حجم أي فرصة للتزوير، وبالتالي ظهرت النتيجة بالشكل اللي احنا شفناه. الإرادة الشعبية كانت واقفة أكيد أمام أي محاولات للتزوير. وصلنا الحمد لله لنجاح الدكتور محمد مرسي، ونكمل ده إن شاء الله بأنه المسار اللي مشينا عليه من يوم 30 مارس، اللي هو عندنا مجلس شعب وعندنا جمعية تأسيسية بتعمل دستور مصر بعد الثورة، وعندنا رئيس بيمثل هذا الشعب بعد الثورة، وبالتالي اكتمال الثلاث مؤسسات دول حقيقي بداية المنافسة بقوة
للدول العظمى في العالم، المنافسه بقوه بكل الموارد وبكل الطاقات اللي عندنا، المنافسه بقوه لحل المشاكل الموجوده عند المواطنين، المنافسه بقوه لاستغلال كل الموارد اللي موجوده عندنا ونقلتنا النقله الحضاريه. كنا بنبص للناس اللي بتفكر ازاي يغزو الفضاء واحنا بنفكر ازاي ننظم طوابير العيش لان احنا مش لاقيين العيش. اكيد دلوقتي عينينا على فعلا ازاي احنا نوصل للناس دي، مش ان احنا نفكر ازاي نوفر رغيف العيش. عايزين نعدي المراحل دي كلها، عايزين نقضي على كل اساليب الفساد. بالتاكيد لما تكون عندنا سلطه مدنيه منتخبه معاها كل الصلاحيات لاداره هذا الوطن، اكيد هنوصل للحلم اللي احنا حطيناه قبل ثوره 25 يناير واثناء الثوره نفسها. تمام. لما برضو اسمح لي أشيد بحملة الفريق أحمد شفيق لما أعلنوا صراحة أنه حينما يتم إعلان النتيجة ولو كانت لصالح الدكتور محمد مرسي فنحن سنكون خلف الدكتور محمد مرسي ونهنيه. يعني هم اعلنوا ده ان هيبقى في تهنئه وانه هيبقى لهم دور، واعتقد ان بالفعل ايا كانت التوجهات والافكار والتدعيم لاي شخصيه، احنا دلوقتي ندعم مصر وليس ندعم شخص، احنا ندعم هذا الشخص لتحقيق النتائج الايجابيه لمصر. رايك ايه ورؤيتك ايه؟ هو في قاعده كلنا كشباب ثوره مقتنعين بيها من ساعه ما قمنا بالثوره، وهي ان الثوره دي ما قامتش عشان اشخاص. فهي القصة مش مرسي أو غير مرسي، الفكرة إنه الثورة قامت علشان القضاء على الظلم، القضاء على الاستبداد، إنه يبقى فيه حرية، إنه المواطن المصري يمارس دوره الانتخابي، المواطن المصري يحصل على حقوقه المنهوبة من سنوات طويلة. فبالتأكيد ده شعور إيجابي منهم، وأعتقد إنه هيستكمل الشعور ده بإننا كلنا نقف صف واحد ورا الدكتور محمد مرسي، إن احنا ننهض بالبلد ديت، إن احنا نساهم معاه في حل المشاكل، إن احنا نقدم له اطروحات، ان احنا ما نكونش عبء عليه. دي نقطه مهمه قوي. لا احنا نقف معاه فريق واحد. ايه مقصودك ان احنا ما نكونش عبء؟ يعني مش كل الناس تروح له بمطالب، لا احنا نقف معاه علشان نحل المشاكل. تمام. ونلبي المطالب الناس. يعني مش كل واحد دلوقتي يستعجل بالمطالب بتاعته، كل فئة من المجتمع، كل طبقة وظيفية من المجتمع، كل ناس شغالين في مؤسسة معينة بالتأكيد ليهم مطالب بقالهم سنين بيعانوا من عدم تلبيتها. الوقت مش عايزين نستعجل، عايزين نقف وراه، عايزين نحط استراتيجية كبيرة للبلد ديت، استراتيجية متحدد فيها توقيتات معينة لحل المشاكل دي. مفيش مشكلة هتتحل في يوم وليلة، هتاخد وقت بالتأكيد. كل الناس اللي انتخبت الفريق شفيق عليهم ان هم يعني يعيشوا الفرحة اللي احنا عايشينها دلوقتي، لان الفكرة مش فكرة شخص زي ما قلت، قد ما هي فكرة نظام دولة موجود، منظومة. نظام تمام. موجود بالتأكيد. هم يعني خلال الفترة الجاية دي في انتخابات تانية هتجرى، في رئيس تاني هيجي بعد 4 سنين، عليهم ان هم يستعدوا لانتخاب الشخص الآخر. لو الدكتور مرسي يمكن كمان بنستعرض يعني على فترات بنستعرض ميدان التحرير معانا، جميل قوي، والفرحة فرحة جميلة قوي، والشباب كلهم يعني انا عايز اقول ان هي فرحة مصريين مش فرحة فئة. يعني احنا عايزين لا ما انا باكد على النقطه دي، احنا عايزين نهتم بده. احنا كمصريين كلنا لازم نفرح لان احنا خطينا خطوات الديمقراطيه. بالتاكيد عمر ما شباب الثوره هيقفوا ضد الناس اللي انتخبت شفيق وهيقولوا لهم انتوا انتخبتوا شفيق وانتوا فلول وانتوا الكلام ده. لا خلاص انتهت المرحله ديت. احنا دلوقتي في مرحله بناء وطن محتاجين فيها عرق كل مواطن، ايا كان المواطن ده انتخب شفيق ما انتخبش شفيق. مش دي القصه. احنا مصريين، اختلافنا للراي بالعكس ده قمة الثراء في الديمقراطية هو اختلافنا دوت. واكيد كل واحد فينا عنده وجهة نظر بناها على تفكير كبير قوي واراء كتيرة جدا، وبالتالي لا يلام الانسان على رأيه. بالتأكيد يلام الانسان على معارضته بقى لفكرة الديمقراطية. دلوقتي اللي هيقف للفريق الاخر ويقفوا يعارضوا بعض بقوة او يعني ينالوا من بعض، اعتقد ان ده مش فكرة ديمقراطية. يعني خلينا نتعلم من الديمقراطية في الدول الثانية، انه الرئيس الخاسر بيسلم على الرئيس الفائز وبيهنيه وبيقول له انا هقف وراك وهساعدك. الفريق احمد شفيق قال الكلام ده في احد الفيديوهات على اليوتيوب. قال ان انا مش بالكلام، يعني الرساله لكل الناس اللي انتخبته مش بالكلام، بالفعل. كويس. الفعل هيجي من تحركات في الشارع، هيجي من فعاليات، هيجي من يعني دعم لكثير من المشروعات اللي هتطرح، دعم لكثير من القوانين، دعم. ودي نقطه مهمه قوي. كتير من رجال
رجال الاعمال وقفوا ورا شفيق. دورهم الحقيقي دلوقتي يعني في 30 سنه فاتوا الشعب يعني كان بيئن من الظلم وبيئن من الاستبداد وبيئن من الفقر وبيئن من غياب منظومه العداله الاجتماعيه. وانتم استفدتم ايها الرجال. والثوره في اساسها قامت في الاساس، خلينا واضحين، علشان مفهوم العداله الاجتماعيه. تمام. توزيع الدخل، الموظفين اللي مش لاقيين ياكلوا، اللي مش لاقيين يصرفوا على اولادهم، اللي مش عارفين يعلموا اولادهم تعليم كويس، اللي مش عارفين يعالجوا اولادهم علاج كويس في المستشفيات، اللي مش عارفين يركبوا مواصلات كويسه. لا خلاص، احنا دلوقتي يا جماعه عايزين نحل كل المشاكل دي. عايزين المواطن، عايزين الشاب اللي قعد اكتر من 16 سنه ولا وصل 20 سنه في التعليم وتخرج ومش لاقي يشتغل. عندنا اكتر من 10 مليون عاطل، عايزين نحل مشاكلهم، عايزين نشغلهم، عايزين نجيب شركات وتشتغل في البلد وتستثمر وتوظف الشباب دول. عايزين الشباب دول كمان يتجوزوا ويبنوا اسر وينتجوا ويكون لهم مدن حوالين يعني المحافظات وحوالين المدن اللي موجوده دلوقتي او الكردون السكني. بالتاكيد في حاجات كتيره جدا المواطنين منتظرينها. الثوره قامت علشان ده، عشان تحل مشاكل الناس دول. طيب دكتور علي، اسمح لي، انت رئيس حكومه ظل الشباب ورئيس الوزراء. نعم. تمام. ومعاك وزراء. كيف ترى الحكومه القادمه؟ انت شايفها ازاي؟ ومطلوب منها ايه مع وجود رئيس لمصر تم انتخابه من خلال الصندوق الانتخابي؟ هو بالتأكيد يعني أول حاجة محتاجين رسالة طمأنة لكل المستثمرين علشان يفضلوا محافظين على استثماراتهم اللي موجودة في مصر، سواء هم مصريين أو أجانب أو عرب. محتاجين ان هم نعمل لهم حوافز نخليهم يزودوا الاستثمارات دي. اللي عنده شركه يزود الراس مال بتاعها الضعف، اللي عنده شركه يخليها 2، اللي عنده مشروع يخليه 3 و4 و5. محتاجين نقله كبيره قوي، وده مش هيجي غير باجراءات والقضاء على البيروقراطيه العقيمه اللي موجوده في الجهاز الاداري المصري. وده اول مسؤوليه بالتاكيد هتيجي من الحكومه وهتيجي مع الرئيس في نفس الوقت. رساله الطمانه ديت انه مش هيحصل قلق، مش هيحصل اضرابات، مش هيحصل شغب. خلاص احنا دلوقتي في مرحله البناء. بالتاكيد في مسؤوليه كمان على المجلس العسكري علشان ما نخرجوش من تبعيه المسؤوليه. الرئيس عليه مسؤوليه، الحكومه عليها مسؤوليه. احنا فوجئنا باعلان دستوري صدر الاسبوع اللي فات. نتمنى الاعلان ده يعدل او انه بالتاكيد يتراجع عنه المجلس العسكري، لانه مجلس الشعب جه بشرعيه ثوريه وجه بشرعيه شعبيه. ولكن المحكمه الدستوريه هي اعلى. ما هو ده في خلاف، لكن موجودة. يعني دي فيها خلاف. احنا يعني اتمنى حقيقي ان يقضى على هذا الخلاف. احنا في مرحله انتقاليه ولها اعتباراتها الثوريه واعتباراتها السياسيه. انا اعتقد لو حتى المحكمه الدستوريه اول المجلس العسكري تولى المسؤوليه في 11 فبراير، لو المحكمه الدستوريه حكمت هتقول لا، وجود المجلس العسكري مش دستوري. فالفكره لا، ده احنا دلوقتي في شرعيه ثوريه، يعني وجود المجلس العسكري في السلطه شرعيه ثوريه. اذا بقاء المجلس الشعب شرعيه ايضا ثوريه. الجمعيه التاسيسيه اللي موجوده دلوقتي اتمنى. بس انا هقول لك على حاجه. نعم. احنا ارتضينا بالقضاء. نعم. يعني احنا ارتضينا بالقضاء انا هوضح بس نقطه. ومجلس الشعب كان ينتظر حكم القضاء. نعم. فاذا بما اني انتظرت حكم القضاء فعلي ان اوافق بالنتيجه. انا هخرج بس مع حضرتك كده نروح نشوف الاعلان الخاص باللجنه العليا للانتخابات، عندما او نقول ان احنا هنشوف اللحظه اللي تم فيها اعلان النتيجه الخاصه بانتخابات رئيس الجمهوريه. نشوف. الدكتور أحمد محمد شفيق زكي 12 مليون 347,380. 12,347,380 بنسبة 48.27%. الدكتور محمد مرسي عيسى العياط 13,230,000. دي اللحظة الخاصة بإعلان نتيجة الانتخابات واللي تم فيها إعلان
الدكتور محمد مرسي رئيسا لجمهورية مصر العربية. هو أول رئيس يتم توليه المسؤولية من خلال الانتخاب ومن خلال الصندوق الانتخابي ومن خلال الديمقراطية التي نادت بها ثورة 25 يناير. الحقيقة من أعلن النتيجة قضاة، نعم، ومن أشرف على العملية الانتخابية قضاة. نعم، وأعتقد أن احنا متفقين والمصريين نعم، متفقين أنهم قضاة تتمثلهم وتتملكهم الاحترام، المحايدة، العدالة، الشفافية. خليني بس يعني انا هوصل، انا بقول لك دي المقدمه دي ليه عشان هوصل اللي انت عايزه. ده قضاة اعلنوا نتيجه، نعم، وعلينا ان نتقبلها. نعم، والمحكمه الدستوريه قضاة اعلنوا ايضا نتيجه، نعم، وعلينا ان نتقبلها. اذا بما ان القضاة بيمتازوا بالسمات اللي احنا اتفقنا عليها وبالصفات التي اتفقنا عليها، فلا جدال على القضاء. لا هو بالتاكيد يعني انا اتمنى احنا بعد الثوره. وانت عشان حكومه الظل يعني ولا لا لا دايما على فكره احنا مش دايما معارضين يعني، بالعكس يعني هي وهنبقى على فكره هنبقى معارضين لمرسي. يعني احنا فرحانين قوي بمرسي، لكن احنا هنكون اول الناس اللي بتعارضه، هنراقبه وهنحط له خريطه كده لاهداف الثوره. اي انحراف على الاهداف دي هنقول له خلي بالك انت كده بتنحرف، وهنساعده ان شاء الله في تحقيق الاهداف باذن الله. لكن خلينا نقول ان احنا بعد الثوره عايزين نشيل حته الشخصنه. لا ايه مقصودك الفكره بقى بالشخصنة؟ مش فكره انه رئيس خلاص ان الراجل ده يعني معاه كل حاجه، ان الراجل ده يعني ما حدش يعترض عليه، ان الراجل ده بيعمل كل حاجه صح. لا، او فكره بقى انه القياده الحكيمه اتخذت القرار الحكيم اللي ما فيش حد حكيم في الدنيا هيعمل زيه. تمام. لا احنا عايزين نكنسل خالص، عايزين نشيل خالص هذا المفهوم. الاسلوب نفس الفكره للقضاه، نفس الفكره لاساتذه الجامعه. لا انا عندي اطار، عندي نظام. احنا عانينا غياب 30 سنه من النظام. النظام هو اللي يحكمنا في العمل. القواعد، الدستور، القوانين، دي اللي فعلا هتبني البلد. لكن انا مش عايز اقعد امدح في فئه، امدح في القضاء قوي 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 بدون اساس منطقي. مفيش معيار بمدح فيهم على اساسه. لا اعلان مش عاوز اسيء ليهم. يا دكتور علي، يا دكتور علي، لا ما حدث اليوم من اعلان انجاز والمراحل الماضيه والظروف اللي مر بها القضاء. هيشهد لهم التاريخ، هيشهد لهم التاريخ على هذه اللحظه العظيمه. تمام. بالتاكيد. لكن انا عايز اوصل لنقطه، يعني مش عاوز اسيء للناس دي على طول الخط، ومش عايز امدح على طول الخط. تمام. خلينا موضوعيين، وان النظام هو اللي بيحكم. هم دول قدوا واجبهم، وده دورهم كويس اللي لازم يقوموا بيه. فمش هنخرج بقى، يعني مش عايزين نعظم الناس اكتر من اللازم. تمام. خلاص بقى انتهى الوقت ده. تمام. الراجل ده شغال وبيأدي المهام بتاعته زي ما هي معموله، زي ما الشعب اتفق عليها. اهلا وسهلا بيه. ويقدر بقدر العمل اللي اداه. تمام. اذا خرجنا عن ده بالزياده او بالنقصان، ده الخطأ بعينه. تمام. ايام مبارك كنا بنخرج بالزياده، كنا شايفين القرارات كلها غلط، وتلاقي الناس عماله تغني وتمدح وكلام من ده. يعني لا خلاص بقى احنا دلوقتي عايزين نبرمج مخنا بشكل مختلف. جميل. عايزين نفكر للمستقبل صح. النظام والقانون والدستور هو اللي هيحفظ حقك وحقي وحق القاضي وحق استاذ الجامعه طبعا، وحق الرئيس وحق الموظف طبعا، وحق الفلاح وحق العاجز. ما هو دورنا احنا دورنا القادم هو الدستور المصري. دورنا القادم هو الدستور المصري. ولكن لما يكون في اعلان سابق للدكتور محمد مرسي ان 70% من الحكومه هتكون حكومه تكنوقراط، نعم، يعني رايك ايه؟ اعتقد ان احنا في المرحله دي بالفعل محتاجين ده، محتاجين ناس تكنوقراط متخصصين، ناس عندهم خبره اكاديميه وخبره مهنيه، جمع بين الاثنين. مش خبره اكاديميه بس، يعني مش عايزين اساتذه جامعه بس. استاذ جامعه وبيمارس عمل وعنده خبره مهنيه مختلف تماما عن استاذ الجامعه اللي بيقرا من الكتب. بالظبط. تمام. وبالتالي المعادله صعبه. الاكاديمي الخبره اللي انا بقول عليها ديت، عنده خبره وعنده مهاره وعنده معرفه، بالتأكيد ده اللي قادر على توصيف المشاكل بتاعة البلد أو توصيف المشاكل بتاعة الوزارة بتاعته، وقادر على حلها. النقطة الأهم والأخطر بقى في موضوع التكنوقراط إنه هيبعدنا عن اللغط الكبير قوي عن التوجه الحزبي. أصلا ده هو اختار ده عشان الحزب ده كان بأيده، أو اختار ده علشان قريب من حزب الحرية والعدالة. تمام. لا، لو اختار تكنوقراط منعزلين عن الأحزاب اللي موجودة، أعتقد إن احنا قادرين على حل أو الوصول
للمواطن بيحلم بيه، ومش هيخلي خلافات سياسيه كتيره بين الاحزاب او بين القوى اللي هي شايفه دلوقتي يعني طالما ملهاش حصه في الكيكه اللي موجوده في السلطه، فانا لازم اجهض هذا الانجاز اللي موجود قدامنا. ايه رايك في الاقاويل اللي منتشره بقالها يومين دلوقتي ان هناك ترشيح للدكتور محمد البرادعي ان يكون رئيسا للوزراء؟ انا شخصيا يعني بما انك رئيس حكومه الظل، فانت نعم. رايك ايه؟ يعني انا اقول لحضرتك شخصيا يعني سعيد بان اول واحد او اول يعني احنا كحكومه ظل اول ناس طرحوا هذه المبادره على الدكتور محمد مرسي انه يشكل نواب الدكتور ابو الفتوح والدكتور حمدين صباحي، ويعلن ذلك حتى اذا لم يردوا بالايجاب، وانه يكون الدكتور محمد البرادعي رئيس حكومه، وكمان يكون في نائب قبطي ترشحه الكنيسه. انه الدكتور محمد البرادعي يمتلك صلاحيات تنفيذيه تمكنه من حل الازمات اللي موجوده، واعتقد انه قادر على كده. ملفات خطيره في البلد دلوقتي زي ملف الداخليه وملف الخارجيه، الملفات دي محتاجين فعلا نحل مشاكلها، ومحتاجين نعمل اعاده هيكله ليها من جديد. الثوره حقيقي تغيير جذري، تغيير جذري ان انت تعمل اطار جديد للعمل داخل الوزارات مبني على في الاساس احترام آدمية وكرامة المواطن المصري ونهضة هذا البلد والمنافسة. ده الخط الأحمر بقى لكل الوزارات، إنه رؤية كل وزارة لابد أن تكون منافسة كل الدول العظمى اللي موجودة عالميا، مش كويس. فقط إن هو يبقى بيبص تحت رجليه وفقط بيغرق في المشاكل وفي الورق، وإحنا جوه المطبخ بتاع الوزارات، فعارفين كم المشاكل، وعارفين الناس اللي بتعيق العمل داخل هذه الوزارات، وعارفين الدماغ البيروقراطيه اللي بتعطل اي نجاح واي انجاز. بالتاكيد الوزير لوحده مش كافي، وحصل ده مع وزاره الدكتور عصام شرف وكنا عايشينه، وحصل برضه مع حكومه الدكتور كمال الجنزوري وعايشينه. الموضوع محتاج تفكير استراتيجي مبني على رؤية، مبني على تخطيط حقيقي، مبني على إعادة هيكلة، مبني على ضوابط، توصيف لمشاكل المواطن الحقيقية ونبدأ نشتغل عليها. عمر المشاكل دي ما هتتحل بان احنا باصين تحت رجلينا وغرقانين في الورق وفي المشاكل، وكل يوم بتجيلنا مشكلة. لو الناس دي مش هتفكر، لو اتحطت ضوابط، والناس اللي بتعوق العمل داخل الوزارات وهم تقريبا شبه معروفين في كل وزارة، هنا في اللحظة دي شايف ان الضوابط دي هتجعل هؤلاء الاشخاص يتراجعوا عن اي خطوات تعيق تحقيق الايجابيه داخل الوزاره اللي هم شغالين فيها ولا لا؟ بالتاكيد لو الوزير ورئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه معاهم السلطه التنفيذيه الحقيقيه لاداره هذه المؤسسات، وانا بحط علامه استفهام كبيره، كويس. السلطه الحقيقيه، خاصة وأن الإعلان الدستوري المكمل سحب كتير من صلاحيات الرئيس. احنا نتمنى حقيقي بجد الدور الوطني الحقيقي للمجلس العسكري الآن، وسيشهد له التاريخ كما سيشهد لهذه اللجنة، لجنة الانتخابات الرئاسية، أن يتراجع عن هذا الإعلان المكمل، وأن يتراجع عن حل مجلس الشعب، وأن يفترض أن هناك إعلانا دستوريا بعيدا عن أي قوانين، بعيدا عن أي محكمة دستورية، إعلانا دستوريا يمثل خريطة طريق مشينا عليها من يوم 11 فبراير وارتضيناها كلنا جميعا بأن الشعب سينتخب مجلس شعب، ومجلس الشعب سينتخب جمعية تأسيسية. هذه الجمعية ستضع طموحات وأحلام 85 مليون مصري، ستضعهم في ورق اسمه هيكتب ويسمى الدستور. أعظم إنجاز لهذه الثورة. هو السؤال يا دكتور علي، ايه المانع ان بعد حكم المحكمة الدستورية ان احنا نعيد انتخابات مجلس الشعب؟ هقول لك حاجه خطيره يعني. ايه المانع؟ انا بس مش عاوز اكسر فرحه الناس. لا مفيش يعني انا فرحان، احنا فرحانين، وانا فرحان، انت عارف اهم فرحه ايه يا دكتور؟ وانا عرفت ان انت لابس التيشيرت ده مخصوص عشان انت فرحان النهارده. عشان النهارده احنا خطينا خطوات الديمقراطيه. فانا سعيد ان انا مصري وبفتخر ان انا مصري والله. حقيقي والله سعاده كل المصريين. وناس من امريكا اتصلوا بيا، شباب مصريين هناك بيقولوا لي والله احنا مش عارفين نعمل ايه، احنا هنتجنن من الفرحه. الناس الامريكان هناك بيهنونا فرحانين كمان لفرحتنا. المصريين في كل مكان بدأوا يحسوا فعلا بانتمائهم الحقيقي لهذا البلد، بدأوا يحسوا ان البلد دي ملكهم. قيمة صوته يا دكتور علي، بالتأكيد. وحس فعلا ان ولاده مش هيشوفوا العذاب اللي هو شافه خلال ال 30 او 60 سنة اللي فاتوا. ترد على سؤالي بقى، ان تعاد انتخابات انا هقول لك المانع. يعني انا مش عايز ابص لها بشكل تشاؤمي ومش عايز اكسر فرحة الناس، لكن خلينا نقول ان في 3 مشاهد مهمين قوي على الساحة، ورؤيتنا الحمد لله جزء كبير منها بيحصل
فبنحاول ان قبلها نحذر الناس. 3 مشاهد كالتالي. كان قدامنا برلمان عقد اول جلسه ليه في شهر يناير. البرلمان ده كان بدون صلاحيات حقيقيه وما قدرش يعني يراقب على الحكومه بشكل كافي، وما قدرش يقيل الحكومه او يسحب الثقه منها. البرلمان ده مورست ضده عمليات تشويه واداره ممنهجه للازمات، عطلته كتير جدا رغم انه اتحل بعد 4 شهور بس. هذا البرلمان حقيقي انا هقول لك انجاز واحد بس من اللي عمله. اسال امناء الشرطه النهارده بالقانون اللي عمله لهم مجلس الشعب عاملين ازاي؟ عمل لهم، رفع لهم المرتبات بتاعتهم بشكل ما كانوش يحلموا بيه، عمل لهم درجه وظيفيه انه يترقوا يبقوا ضباط، لغى موضوع محاكمتهم عسكريا. ده على سبيل المثال. في 25 قانون على نفس نسق هذا القانون. مجلس الشعب مورست ضده عمليات التشويه المتعمد، ومش عايز اذكر. لا بس خليني بس عشان لا تنكر ان هناك بعض الاعضاء نعم. اللي كانوا في نعم. مجلس الشعب هم اساءوا لمجلس الشعب بالتاكيد، وانا معاك في ده، لكن ما نضخمش، ما يبقاش معلش يعني قدامنا دايره صغيره كده ومركزين عليها، وقدامنا دايره كبيره قوي اللي هي نجاحات المجلس ده وسايبينها خالص وماسكين الدايره الصغيره دي. لا بالتاكيد قد تكون هناك اخطاء، لكن ده اول برلمان، اول مؤسسه مدنيه منتخبه. خلينا نكمل بس المشهد. ده المشهد الاولاني. البرلمان ده كان بدون صلاحيات، اتشوه، ازمات كتير قوي، بدايه من ازمه بورسعيد اللي كانت مع اول اسبوع يشتغل فيه، مرورا بقى بالبنزين والحمى القلعيه وحاجات كتير قوي. رقم 3 انه اتحل بعد 4 شهور، ودي اول مؤسسه مدنيه منتخبه. نيجي بقى على المشهد الثاني. المشهد الثاني هو الرئيس ايضا بدون صلاحيات. الرئيس بدات تمارس ضده عمليات تشويه وازمات ممنهجه ايضا. الرئيس مش هيقعد 9 شهور، تمام؟ الرئيس مش هيقعد يعني 9 شهور. نيجي للمشهد الثالث، هو المشهد الخطير قوي في الموضوع كله، وهو المجلس العسكري. المشهد الثالث بيقول انه المجلس العسكري النهارده معاه اقرار الموازنه العامه بتاعه البلد، معاه التشريع، معاه سلطه تشكيل الجمعيه التاسيسيه لعمل الدستور، ودي نقطه خطيره قوي. رقم 2 انه بعد شهور قليله قوي طبعا الجمعيه التاسيسيه اللي موجوده دلوقتي هتتحل، لان في طعون عليها وهتتحل بقرار سياسي. اذا وفقا للاعلان المكمل المجلس العسكري هو اللي هيشكل هذه الجمعيه. رقم 2 معنى الكلام ده ان المجلس العسكري هيعمل الدستور، تمام؟ رقم 3 انه هتحدد مده الرئيس اللي موجود دلوقتي ب9 شهور، وهتعاد الانتخابات بعد ذلك بوضع خاص للمجلس العسكري في هذا الدستور، وسلطات فوقيه فوق سلطه الرئيس المنتخب وفوق سلطه مجلس الشعب المنتخب، وهذا ما لا نرضاه. علشان كده هيبقى عليه استفتاء ايا كان مين اللي هيبقى عليه استفتاء. هيبقى في استفتاء طبعا يعني لكن مين اللي عمل الدستور؟ ايوه بس انت في النهايه الشعب هو يعني الذي سيقرر. يعني في النهايه يعني حتى نعم ولا حتى لو كانت رؤيتك اللي انت بتحللها من وجهه نظرك بالشكل ده، في النهايه الشعب المصري والشارع المصري هو الذي سيحدد ان كان هذا الدستور سيستمر او سيكون دستور مصر ام لا. انا للاسف الوقت انتهى، فانا دور حكومه، عشان اخر سؤال، نعم. دور حكومه الظل في هذه المرحله ايه؟ احنا بالفعل يعني قررنا دعم الدكتور محمد مرسي، وان احنا كل المشاريع اللي عملناها خلال الشهور اللي فاتت دي هنقدمها له، وهنقف معاه في حل كثير من المشكلات. بنسعى كمان ان احنا نعتمد رسميا كحكومه او كأداة رقابيه على كثير من المؤسسات الموجودة في الدولة. الشباب بتوعنا هيبقوا مع الوزراء اللي هيشكلوا في الحكومة اللي موجودة، هيقفوا معاهم في كل مشكلة، هيقفوا معاهم في كل مبادرة، هيقفوا معاهم لغاية ما ننقل البلد النقلة اللي احنا كلنا بنحلم بيها. حقيقي المشاكل كتير لكن أحلامنا كتير، وأحلامنا دي هي كلمة السر اللي خلتنا ننزل الشارع يوم 25، وهي اللي هتخلينا نقف مع الدكتور محمد مرسي علشان نعالج كل المشاكل اللي بيعاني منها المواطن. بس أحب أقول جملة أخيرة، إنه الثورة، إنه التطورات السياسية، كل الكلام اللي احنا بنقوله مش بنقوله لمزاجنا ومش بنقوله للشو الاعلامي، بنقوله والله علشان المواطن البسيط، لانه بالتاكيد لو في سلطه مدنيه منتخبه انتخاب حر نزيه زي ما احنا شفنا، اعتقد ان المواطن البسيط اللي مش لاقي حقه، اللي مش لاقي يجيب عشاء لاولاده، هو ده همنا الاول. لو السلطه دي موجوده الراجل ده هيشبع. الاب اللي مش لاقي مدرسه وبيدوخ وبيلف كام شهر عشان يلاقي مدرسه كويسه لابنه يتعلم فيها تعليم كويس،
مشكلته تمام. دي هتتحل. الاب اللي مش لاقي حتى يجيب كيلو لحمه لاولاده مشكلته هتتحل. تمام. بالتاكيد احنا الشاب اللي مش عارف يتعلم، مش عارف يزود مهاراته في الجامعه، هنزود مهاراته علشان يقدر يلاقي فرصه عمل تناسبه وتناسب دخله بعد كده وتمكنه من ان هو يعيش حياته ويكون اسره. دكتور علي عبد العزيز، المحلل السياسي ورئيس حكومه ظل الشباب، بشكرك جدا شكراً على يا وجودك، محمد. وببقى سعيد لما بنلتقي دايما يا شكراً، دكتور علي، ربنا وان شاء يخليك. الله من احسن ربنا لاحسن يخليك يا الموفق محمد. باذن الله. ربنا شكرا يخليك يا ليك. حبيبي. شكرا ليك. شكرا ليك. شكراً. زي ما قال دكتور علي، المشاكل كتير لكن احلامنا كتير، وهو بالفعل احلامنا هي اللي هتخلينا نقضي على المشاكل مهما كانت الصعوبات. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل نتواصل معاكم مره تانية ببرنامجكم شباب على الهوا، صوت الشباب الحر.